بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها إيميلي وهي واقفة مع أبوها في حديقة بيتهم وبتكون ماسكة دبدوب بتلعب بيه، فبيتكلم أبوها معاها وبيقول لها إنها كبرت على اللعبة دي والمفروض ترميها، فبتسمع كلامه وبتروح ترميها فعلا. وفجأة بتحصل حركة غريبة في البيت والأنوار كلها بتقفل وتفتح، فبتخاف إيميلي وبتفضل تنادي على أبوها لكن مش بيرد عليها، فبتروح تشوفه وبتتصدم لما بتلاقيه مرمي على الأرض وجسمه عمال يتشنج وبيجيب دم من بقه. وفجأة في كائن متوحش بيظهر لها وبيحطها جوه شنطة ويقفل عليها كويس. وبعد 4 سنين بنشوف شخص اسمه باتريك وهو عايش في بيته مع كارينا مراته وأورلو ابنه، وبتتكلم كارينا معاه وتعرفوا إن أختها وأمها جايين يقضوا معاهم النهاردة لأنها وحشتهم وما شافوهاش من زمن. ولما بيجوا كارينا بتسيب باتريك وبتقعد معاهم، فبيخرج يقعد مع مايكل أخوه وبيتكلموا عن المشروع الجديد في مصنع الخشب بتاعهم. وبيتكلم باتريك معاه وبيفهمه إنه شغال على المشروع الجديد ده ليه فترة وناوي يبذل مجهود كبير عليه علشان ينجحه ويستقر هنا مع كارينا وأورلو من غير ما يسافر من تاني، لكن بيبقى محتاج يعمل قرض كبير عشان يمول المشروع ده. في نفس الوقت كارينا بتتكلم مع ليان أختها وبتفهمها إن باتريك متغير جدا من ساعة ما رجعوا من السفر، وبقى متوتر طول اليوم ومش عايز يتكلم مع حد، وبتخمن إن ده من ضغط الشغل. في نفس اليوم بالليل باتريك بيخرج من البيت علشان يرمي الزبالة، وبيتفاجئ لما بيسمع صوت قريب منه وبيخمن إنه حرامي، وبيفضل يدور عليه لحد ما بيشوف نفس الكائن اللي ظهر لإيميليا وأبوها زمان، فبيخاف وبيطلع يجري بسرعة على البيت من تاني. وتاني يوم الصبح بيصحى باتريك بيروح على المصنع وبيقابل أخوه مايكل هناك وبيقعدوا يتكلموا، وبيقول له إنه من ساعة ما جه البيت وهو متوتر طول الوقت ومش عارف ينام لأنه خايف على أورلو ابنه لحسن يحصل له نفس اللي حصل معاه وهو صغير. فبيطمنه مايكل وبيقول له إن الموضوع عدى عليه سنين وإن أورلو في أمان، فبيسكت باتريك ومش بيعرفه اللي حصل معاه ليلة امبارح. بعدها بيرجع بالذاكرة وبيفتكر زمان لما كان هو ومايكل بيلعبوا مع بعض في الغابة، وقبل ما يرجعوا البيت باتريك شاف شجرة برقوق قريبة من مدخل الكهف، فقرر يروح يقطع غصن منها يحتفظ بيه لأن جودة خشبها عالية جدا. وساعتها مايكل رفض يروح معاه وفضل ينصحه يرجع، لكن باتريك أصر على موقفه، ولما راح للشجرة معرفش يقطع غصن منها فسابها ومشي مع مايكل، لكن فجأة الشجرة كلها وقعت ففرح ورجع تاني بسرعة. وهناك في كائن خرج من الكهف وقرب من باتريك من غير ما يشوفه، وكان معاه مقص قص بيه خصلة من شعر باتريك وبيوقعه على الأرض. وقتها باتريك ومايكل خافوا جدا وطلعوا يجروا بسرعة. في نفس الوقت كارينا بتكون واقفة تلاعب أورلو لأن مفيش حد من سنه معاه، وبعد شوية قالت له إنها هتروح تخلص الشغل اللي وراها، لكن بعد شوية أورلو بيعمل صوت عالي وهو بيلعب، فبتزعق معاه وبتطلب منه يوطي صوته شوية عشان تعرف تشتغل. وفجأة أورلو بيشوف ولد بين الشجر بيلعب لوحده وبينادي عليه عشان يجي يلعب معاه، فبياخد أورلو الناي بتاعه وبيروح وراه وبيفضل ماشي في الغابة علشان يلعب معاه. في اللحظة دي كارينا بتلاحظ إن أورلو اختفى وبتفضل تنادي عليه لكن ما بيردش عليها، فبتجري بسرعة ناحية الغابة لحد ما بتسمع صوت الناي بتاعه، فبتحدد مكانه وبتروح له على هناك، فبتاخده وبتخرج من الغابة بسرعة، وبنشوف ايد الكائن المتوحش ده خارجة من الشجرة. في نفس اليوم بالليل كارينا بتقعد تتكلم مع باتريك وبتحكي له اللي حصل معاها هي وأورلو النهارده، واثناء ما هي بتتكلم النور بيقفل ويفتح، وباتريك بيتوتر لكن مش بيبان ده قدام كارينا وبيحاول يطمنها. بعد شويه بيدخل المكتب بتاعه يتابع شغله، وفجاه البنك بيبعت له ايميل يبلغه فيه ان القرض اللي كان مقدم عليه اترفض، فبيتضايق جدا وبيطلع غضبه كله على السكينه اللي كان ماسكها لحد ما بيلاحظ انها اتكسرت، فبيزعل عليها هي كمان لانها معاه من الطفوله. ولما بيجي يرميها في الزباله بيشوف اورلو ابنه في كاميرا المراقبه وهو قاعد على سريره وبيتكلم مع شخصيه وهميه، فبيروح بسرعه الاوضه يطمن عليه وبيسأله هو كان بيتكلم مع مين، فبيفهمه أورلو إنها صاحبته، لكن باتريك بيعرف إن في حاجة غريبة بتحصل وبيروح يقفل الشباك. بعدها بيخرج من عنده والنور بيقفل ويفتح، وفجأة الكهرباء بتقطع، فبينزل تحت علشان يشوف العطل منين، لكن بيسمع صوت غريب وبيحس إن في حد بيتحرك في البيت، فبيفتش البيت كله ولما مش بيلاقي حاجة بيقفل الشبابيك كلها وبيطلع تاني أوضته يراقب البيت بالليل هو وكارينا. وفجأة بيسمعوا صريخ أورلو فبيروحوا يشوفوه بسرعة، وبينزل يقف تحت قدام البيت وهو ماسك خشبة كبيرة عشان يهجم على الحرامي أول ما يشوفه، لكن مفيش حرامية بتظهر. وتاني يوم الصبح بيبلغوا الشرطة إن في عملية سرقة حصلت، وبيجي مجموعة من المحققين لكن مش بيلاقوا أي أثر لاقتحام البيت. وبعدها واحد من المحققين بيطلع فوق البيت وبيلاحظ إن في حد من الغابة بيرمي أخشاب كتير عليهم، وبيفهمهم إن هو ده الصوت
الصوت اللي كانوا خايفين منه امبارح، وبيطلبوا من باتريك وكارينا يتأكدوا ان مفيش حاجة اتسرقت من البيت. فبيروح باتريك على مكتبه وبيتصدم لما بيلاقي السكينة اللي رماها في الزبالة مش موجودة، وموجود مكانها اول تمثال نحته وهو صغير. والغريبة ان التمثال ده كان معاه في اليوم اللي راح فيه مع مايكل الغابة وهم صغيرين وضاع في الغابة يومها. وبيروح يسأل كارينا لو كانت هي اللي لقيت التمثال ده، فبتنكر وبتقول له انها اول مرة تشوفه. بعدها بيطلع فوق لأورلو، ولما بيشوفه بيطلب منه ينزل يجيب له الناي بتاعه من تحت، فبيوافق وبيطلب منه يخلي باله من نفسه كويس لحد ما يطلع له من تاني. ولما باتريك بينزل تحت مش بيلاقي الناي بتاع أورلو، وفجأة بيسمع صوت باب الحمام وهو بيقفل جامد والكهرباء بتقطع. فبيطلع فوق بسرعة عشان يطمن عليه وبيسأله عن السبب اللي خلاه يقفل الباب، وبيتصدم لما أورلو بيقول له ان دولي صاحبته كانت هنا، وبيكون قصده على العروسة اللي لعب معاها في الغابة. ولما بيجوا يناموا باتريك بيروح يجيب أورلو ينامه جنبه عشان يطمن عليه. وبعد شوية في رسالة بتيجي لباتريك على تليفونه من جهاز الإنذار اللي في البيت بيعرفه ان في شباك مفتوح، فبيستغرب لانه كان قافله، وبينزل المخزن تحت عشان يشوف مين اللي فتح الباب. وبيتصدم لما بيشوف عروسة صغيرة قاعدة على كرسي في المخزن ولابسة الكاب الأحمر اللي هو كان لابسه في اليوم اللي دخل فيه الغابة. فبيشيل الكاب من عليها وبيتخض لما بيلاقيها عمالة تضحك بصوت عالي. بعدها بيخرج جري من المخزن وبيجي علشان يدخل البيت، لكن بيتصدم لما بيلاقي الباب مقفول، وبيحاول يدخل من باب الكلاب لكنه مش بيعرف. وبيتصدم لما بيشوف الكائن المتوحش اللي شافه زمان قدامه، فبيخاف على أورلو وبيكسر الباب علشان يدخل، وساعتها الكائن ده بيهرب. وتاني يوم الصبح الشرطة بتيجي تاني تحقق في الموضوع، لكن مش بيلاقوا اي دليل يثبت ان في حد دخل البيت، بالذات ان مفيش حاجة ضاعت او اتسرقت غير الني بتاع أورلو. بعدها باتريك بيروح المصنع يتكلم مع مايكل وبيوري له التمثال والكاب اللي لقاهم امبارح، لكن مايكل مش بيصدقه وبيقول له ان الحاجات دي اكيد كانت موجودة في البيت بس هو اول مرة يشوفها. في نفس اليوم بالليل باتريك بيكون نايم وبيحلم ان كارينا كانت سايبة أورلو يلعب في الحديقة لوحده، ووقتها ادالها ورقة وقال لها ان دولي صاحبته هي اللي رسمتها، ورجع تاني يلعب بسرعة. ولما كارينا فتحت الورقة لقيت ان دولي رسمة فيها باتريك وهو صغير مع أورلو، فبتخاف عليه وبتجري بسرعة علشان تبعده عن دولي. وبتتصدم لما بتشوف الكائن المتوحش وهو بيسحب أورلو وبيحاول يحطه في الشنطة اللي حط فيها إيميلي زمان، وبتفضل تشد فيه عشان تنقذه منه. في اللحظة دي باتريك بيصحى من النوم مخضوض وبيطمن لما بيلاقي كارينا وأورلو نايمين جنبه. تاني يوم الصبح باتريك بيقرر يروح لباربرا الدكتورة النفسية اللي كان بيتابع معاها زمان، وبياخد كارينا معاه. اما أورلو فبيسيبوه مع خالته، وهناك الدكتورة بتتكلم مع كارينا وبتوريها الملف بتاع باتريك من اول مرة جه فيها. في اللحظة دي باتريك بيفتكر لما ابوه عرف اللي حصل معاه زمان وخده تاني الغابة عشان يوضح له الحقيقة، وقال له ان الكائن المتوحش اللي شافه اسمه باجمان، والاسطورة دي موجودة من زمان قوي، لان باجمان استدرج اطفال كتير عن طريق الالعاب والحلويات لحد ما قدر يحطهم في الشنطة بتاعته. في الوقت الحالي كارينا مش بتصدق كلام الدكتورة وبتفهم انها خرافات انتشرت بين الناس زمان واستمرت للنهارده مش اكتر، لكن باتريك بيأكد لها على كلام الدكتورة. بعدها بياخدها وبيروحوا يباتوا في فندق النهارده عشان يبعدوا عن البيت، وهناك باتريك حكى لها ان باجمان بيقص جزء من شعر الضحية اللي عايز يخطفها عشان يقدر يحدد مكانها بعدين، وبيعرفها ان ابوه قال له زمان ان اي وحش ليه نقطة ضعف، وان باجمان بيخاف من السكاكين او اي حاجة الطفل بيبدع فيها. وقتها باتريك كان معاه السكينة اللي بينحت بيها التماثيل الخشبية بتاعته، وابوه نصحه يحافظ عليها كويس. في الوقت ده باتريك بيجمع الاحداث ببعضها وبيفهم ان كل اللي بيحصل معاه ده بسبب ان السكينة بتاعته اتكسرت ورماها في الزبالة. في نفس الوقت أورلو بيكون نايم في بيت خالته، وفجأة خالته بتحس بحركة غريبة في البيت، فبتقوم تكلم حارس العمارة وتتأكد ان مفيش حاجة. وبعد شوية الكهرباء بتقطع وبتسمع صوت حد معاها في البيت، فبتجري على أورلو بسرعة وبتاخده وتستخبى في الدولاب، وبتشوف ظل باجمان معدي من قدامهم وبعدها بيهجم عليهم، فبتفضل تصرخ. في اللحظة دي الشرطة بتوصل وباتريك وكارينا هم كمان بيجوا لما بيعرفوا اللي حصل، وبيتصدموا لما بيلاقوا اختها فاقدة النطق ومجروحة في وشها. بعدها الشرطة بتاخد باتريك لمركز التحقيقات وبيعرفوا ان الحادثة دي شبه حادثة حصلت من فترة كبيرة مع بنت اسمها إيميليا، وبيعرفوا ان ابوها جاله الشلل وفقد النطق برضه، فبيتأكد باتريك ان الكائن اللي بيطاردهم هو باجمان. بعدها بياخد كارينا واختها وأورلو وبيروحوا يباتوا عند مايكل لحد ما يشوفوا الشرطة هتعمل ايه. وبالليل باتريك بيصحى من النوم وهو مخضوض، فبيبص في كاميرا المراقبة وبيتصدم لما بيلاقي باجمان موجود في أوضة أورلو، وفجأة الكهرباء بتقطع، فبيجري باتريك على تحت بسرعة لكن مش بيلاقي أورلو ولا باجمان. وبيشوف أمين الشرطة اللي كان بيحرس
نص البيت واقع على الارض، وبعدها بيسمع صوت اورلو وهو عمال يصرخ ويطلب من باتريك ينقذه، فبيجري بسرعه ناحيه الغابه على امل انه يلاقيه، وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل للكهف اللي باجمان موجود فيه، وبيدخل يدور على اورلو قبل ما يخلص عليه، لكن بمجرد ما بيدخل بيقع وبيتعور في وشه. بعدها بيلاحظ ان الكهف فيه العاب كتير جدا، وكل لعبه بترمز للطفل اللي باجمان خلص عليه، وبيشوف الدبدوب بتاع ايميليا، وبعدها بيلاقي ستاره قدامه فبيفتحها وبيشوف الشنطه اللي باجمان بيخطف فيها الاطفال، فبيفتحها وهو خايف جدا، وبيتفاجئ لما بيشوف دولي العروسه، دولي اللي كانت بتلعب مع اورلو واللي شافها في المخزن، فبيمسكها وبيلاقي ان جواها تسجيل صوتي لاورلو وهو بيستنجد بيه، وبيكون ده نفس الصوت اللي لسه سامعه من شويه، فبيفهم ان باجمان عمل كل ده عشان يستدرجه هو للكهف مش عشان يخطف اورلو. في نفس الوقت كارينا بتكون صحيت ونزلت تحت عشان تشوف ايه اللي قلق باتريك، وبتدخل اوضه اورلو فبتلاقيه نايم مكانه، وبتفرح جدا انه بخير، لكن بتفتكر باتريك وبتفهم ان باجمان كان جاي هنا علشانه هو مش عشان اورلو، فبتتصل على الشرطه وبيروحوا كلهم على الغابه. في الوقت ده باتريك بيقف في نص الكهف وبينادي على باجمان عشان يطلع يواجهه، وفجاه باجمان بيمد ايده من بين الصخور اللي ورا باتريك وبيكون عاوز يخنقه، لكن باتريك بيفلت منه، وبيشوفه ماسك السكينه والناي بتاع اورلو معاه، فبياخد الناي بسرعه يرميه بره الكهف، وبيقرر يضحي بنفسه، فبيطلب من باجمان يبعد عن اورلو وينتقم منه هو زي ما كان عايز يخلص عليه من زمان. وفجاه باجمان بيمسكه يحطه جوه شنطه الضحايا وبيقفل عليه كويس. في الوقت ده الشرطه بتوصل عند مدخل الكهف، وكارينا بتشوف الناي بتاع اورلو بره فبتاخده بسرعه، وبتفهم ان باتريك ضحى بنفسه من اجل ابنه، والشرطه مش بتقدر تدخل الكهف لان المكان ده يخص باجمان، واي حد هيدخل هيخلص عليه. تاني يوم الصبح كارينا بتاخد اورلو في عربيتها وبتقرر تاخده وتسافر عشان تحميه من باجمان واي حاجه ممكن تضره، وفي الطريق بتديله الناي بتاعه وبتعرفه ان ابوه ضحى بنفسه علشان يسيبه يعيش، ووصيته ليه هي انه يحافظ على الناي ده طول عمره لحد ما يموت وما يسيبوش يضيع او يبوظ منه ابدا. وبكده يكون خلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لنا رايك في الكومنتات. سلام.